تتفرجوا على فيديو دلوقتي، بس عايز اقول كلمه كده في السريع. ركز وانت بتتفرج عشان تعرف انت بتتفرج على ايه. يعني في ناس بتقول لك انا ما بستفادش، لا، في افاده كتير قوي وفي دروس كتير قوي في الفيديو دوت. خلي بالنا منها بجد قوي، هنلاقي حاجات كتير مستفاده. وكنا شفنا هوندا بس الفيديوهات اتمسحت لان احنا عندنا ايه، زحمه فيديوهات، فده ما بينزلش، بنستنى لما نجيب حاجه زي كده فغبنا. العربيه كنا شفناها في رمضان، هوندا موديل 92، كانت 92 ولا 3؟ 93. ال 93. العربيه دي معموله، تشوف شكلها كانت عربيه تحفه. العربيه كانت نازله، فانا ممكن تلاقوها لحد دلوقتي واخده لون كده مطرقع شويه. كان لون ايه؟ لون ليموني، لون اخضر كده، قلب الخاصيه، لون زي العربيه اللي جبناها بس كانت افتح شويه منها. هو كان عايز الوان من الالوان الفاقعه دي. فالعربيه معموله حلو، فيها طقم جنط وبتاع، بس العربيه حوض مشغول، اوهام مشغوله، شنطه مشغوله، هي مش مقطوعه بس فيها شغل كتير. والسعر كان زي ساعتها في رمضان، الدنيا كانت نمنا اهو، كان اوفر. فطبعا مصطفى يمكن انا قايل حاجات كتير، هنتفرج عشان نتابع. حبيت اقول عشان الفيديو بتاع الهوندا ما نزلش. يعني احنا شفنا 2 بي ام، واحده هوندا، والعربيه اللي شفناها في المنصوره اللي هي الاوبل كورسا. وبالمناسبه العربيه اتباعت، يعني انا بكلمه امبارح، في حد لما عملت الفيديو اول امبارح اتصل عايزها وعايزها اروح اشتريها لي. فبكلم الراجل قال العربيه مشت. بصراحه ما تتعوضش، بس هي خلاص. انت هتشوفوا دلوقتي العربيه عامله ازاي. العربيه كانت عايزه بس تاتشات، كان نفسي اخدها واوري له التاتشات دي لما تتعمل العربيه دي هتبقى عامله ازاي، بس النصيب كل واحد بياخد نصيب. والعربيه اللي هو خدها مش وحشه، بس كانت الثانيه اميز بحاجات كتير قوي. تمام كده. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ده الصلاة دلوقتي حالا يدوس هتفرج على الفيديو دوت، هيعجبكم باذن الله. واللي جاي احسن واحسن، ولسه في حاجات كتير معانا بفضل الله حلوه. في نصايح كتير عشان انا شايف لغط وشايف زحمه زي ما انا بقول، وفيها عجين وكنافه وهرس وحاجات كتير غلط. ربنا يصلح حال الناس ونخلي بالنا ويرزق الجميع يا رب. تمام. اتفرجوا على الفيديو يا رب يعجبكم. من دلوقتي دوس لايك، ان شاء الله الفيديو هيعجبك. الحاجات اللي نزلت تاني هتعجبك. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده معانا معاينه جديده. احنا دلوقتي في الرفاعي، عند الرفاعي كده والسلطان حسن. ده ميدان القلعه، عند حته اسمها الخليفه. رايحين الحلميه القديمه. هنبص على العربيه بي ام موديل 93. هنوصل هناك وهنطلع معاكم تاني. العربيه دي احنا كنا اتفرجنا طبعا على العربيه اللي قلنا لكم فيها شغل، ودي المفروض ان سليمه وما فيهاش اي حاجه. فهنوصل ونطلع معاكم تاني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ما اشتركش يشترك دلوقتي، دوس لايك، ادعم القناه عشان تتفرج على حاجات تعجبك ان شاء الله باذن الله. في حاجات كتير جديده نازله وشغالين فيها، ركزوا وتابعوا هتلاقوا حاجات كويسه ان شاء الله. داخلين من هنا اهو الحلميه. الناس اللي من السيده او من القلعه عارفين الحته اللي انا فيها دلوقتي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا لسه واصلين، والواضح ان الحته دي كلها غاويين بي ام. بص كده 10 525 520 316 العربيه اللي احنا جايين لها دي. تمام. احنا لسه واصلين دلوقتي. باشا السلام عليكم حبيبنا، عامل ايه؟ تمام. احنا لسه واصلين دلوقتي وهم شكلهم تعالى كده في الجراج. طب ظهرك. طيب ماشي. تعالى في الجراج على هنا كده؟ اه. طب اعدل كده نفسي. ارجع. اعدي ده واجي. يلا عدي. تمام. يعني الناس دي شكلها غاويه بي ام، بيعرفوا يعملوا عربيه. هنخش ان شاء الله نتفرج، ويا مسهل الحال يا رب. ربنا ييسر الحال وتطلع كويسه. واتفق معانا في السعر، ده اهم حاجه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولايك وشير وخليكم معانا. العربيه اهي. العربيه ما شاء الله مزيده حلوه. لقينا فيها شويه شغل. طبعا انا ما بقولش فين ومين وازاي عشان ما نأذيش حد. ماشي. فهو الموضوع يعني عربيه حلوه ومصروف عليها وكل حاجه، بس السلام عليكم. بس هو مش جاي معاه ان هي فيها. فاحنا هنكمل كلام. هي العربيه اهي. احنا بقى نشيل حاجتنا. دي عربيتنا ممكن طبعا. دي العربيه. تمام. فاحنا هنخلص كلام معاه. الحته كلها بي ام واحنا جايين ببي ام، فهنشوف الدنيا. يعني هي العربيه مصروف عليها كتير، مكنه 525، عربيه معموله حلو، مكنه دايره الله اكبر عليها مرتاحه. في تفاصيل كده اقول لكم عليها واحنا ماشيين. صلوا على النبي. خليكم معانا لما نشوف العربيه هتيجي ولا لا. وقفنا دردشنا شويه هو. والعربيه اللي معاه دي سويفت 22 باين او 23 بيبيعها يعني. يعني العربيه دي استلمه من الزيرو، بس هو عايز يقلل. فكره برضو عشان ممكن يكون الناس بتفكر بنفس الفكر، عايز يقلل عشان فرق الفلوس هيحطه في مصلحه او حاجه، الله اعلم، ربنا ييسر له الحال. فاحنا دلوقتي البي ام. طب احنا عمالين نلاقي بي ام عربيات
بفلوس وعربيات، معلش انا اسف يعني برضو عربيات عجوزه كبيره في السن. ففكرت في فكره، انت عايز الماني وعايزين نحقق المعادله، ممكن نركب حاجه موديل اعلى وعربيه برضو ايميج وشكل والكلام هيبقى قريب. قلت له الاوبل استرا، هو عايز حاجه هاتشباك او سيدان تكون برضو قليله زي البي ام ال 300 كده تمام. ففكرت معاه قلت له ممكن نركب نلف ونطلع من هنا من السيده احسن. قلت له ممكن نركب اوبل استرا، فرحب بالفكره. فدي افكار برضو بنطرحها وبنقول للناس بتفكر ازاي واحنا بنفكر ازاي، عشان برضو لو انا ما لقيتش الموديل اللي انا عايزه ممكن العب دايما بقول الخطه البديله، الاقي حاجه تانية اعلى واحسن وعربيه برضو تكون شكلها كويس وسعرها في البادجت اللي معايا اللي انا بدور فيه 300 350، وهلاقي حاجه كويسه ان شاء الله وعربيه تكون محترمه. ف هنحاول ندور له على حاجه زي كده، ولو لقينا بي ام نظيفه تستاهل الفلوس اللي هتحط فيها، لان الحاجات دي بتبقى برضه للغاوي عشان ما حدش يقول لك ليه، والتعليقات اللي احنا كل واحد ليه دماغ وكل واحد ليه استخدام وصبعك مش زي بعضيها، كل واحد مختلف عن التاني تمام. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويا رب يكون الافكار اللي انا بقولها او المعلومات اللي بقولها بتفكوا. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين الدعم، محتاجين الاشتراك، ونشوف الفيسبوك كله خالد لتجاره السيارات. التيك توك هفضل اقول كده لحد لما تشتغل عشان هنطلع لايف من الفيسبوك ان شاء الله قريب لما العدد يكبر عندنا شويه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وخليكم متابعين معانا جديد وده الجديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده رايحين نبص على الكورسه اللي كنا صورناها في السوق امبارح اللي هي الاوتوماتيك. طبعا احنا فكرنا دايما بنقول اللي بنفكر بيه او الافكار اللي بتيجي في بالنا بنختلف بنتفق بنعرض، المهم ان ممكن نكون الناس بتستفاد. فاحنا دلوقتي بنعرض لكم اللي احنا بنعمله بالظبط. احنا فكرنا في البي ام اتفرجنا عليها شفتوا عربيتين، فكرنا في الاوبل استرا، فكرنا في الاوبل كورسا، فممكن التفكير دوت يجي مع ناس بنتيجه. فاحنا بنتكلم بواقعيه، اللي احنا بنعرضه بنروح نلاقيه او بنقول موجود، بناخد ارقام الناس عشان ده شغل. احنا مش بنتكلم بنعرض فيديوهات ونجيب لكم اسعار وتيجي في الحقيقه اقول لك ايه العربيه دي وارد. بص سهل جدا اقول لك ب 50,000 وهتروح من فيه هتكلمني اتباعت مش موجوده. انما احنا رايحين دلوقتي نشوف عربيه، احنا رايحين المنصوره، تابعونا وهنروح المحل خطوه خطوه كده، وان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. واسفين لسه واصل دلوقتي، طلعت من عند كوبري اجا، المفروض اللي احنا داخلين من هنا. طبعا الناس ده عارفين، الناس اللي من المنصوره متابعاني عارفه ده الراجل بتاع قطع الغيار دوت اللي هنا على الناصيه، وعندهم برضو معرض ولا ايه ده مش عارف. ده اللوكيشن المبيعوت. داخلين دلوقتي ان شاء الله باذن الله هنطلع معاكم تاني. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نسيت اصور بقى من اول الطريق زي ما بقول لكم خطوه خطوه، بس عشان ما نكترش فيديوهات يعني. هنوصل وهنطلع معاكم تاني. لسه واصلين حالا. دي العربيه طبعا انتوا فاكرينها لما صورناها في السوق اهي، ودي العماره اللي هو فيها، والشارع ده عند الكنيسه اهي العربيه اهي. الناس اللي بتتكلم احنا بنتكلم بفضل الله في التنفيذ تمام. هنطلع معاكم تاني. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولايك وشير. لسه واصلين حالا دلوقتي. يا مسهل الحال يا رب. دي بتحضن كده ولا عشان ده طريق تقريبا؟ لا حلو. احنا داخلين هنجرب العربيه، شغلنا التكييف ما شاء الله. العربيه دي اوتوماتيك. في عربيه تيجي مع واحد ما تجيش مع التاني. ممكن انت بتسمع دلوقتي بتتفرج بتتابع، ممكن العربيه دي واحد شايفها ب 50,000 واحد شايفها ب 40,000. لازم احترم رايك وجهه نظرك. في واحد عايز عربيه يستخدمها فمش فارق معاه، فاهمني؟ يعني ايه مش فارق معاه؟ عايز عربيه يركبها. يعني انا النهارده لما بعمل كده شايفين الميه اللي طالعه على المساحات، تفاصيل صغيره بتفرق انا معايا. عربيه ضفيرتها حاجتها، فاهمين قصدي؟ بص لما باجي عربيه قديمه، يعني انا بتكلم في حاجه كده عربيه قديمه، عربيه ماسكه نفسها. بص ده المفاجئ بتاع الفتيس شايفينه، عشان تعرفوا ان الضفيره والمكنه قاعده صح. ما شاء الله العربيه حلوه يعني، عربيه ما شاء الله. هنجرب وهنطلع معاكم تاني. طبعا احنا بنجرب دلوقتي، لسه طالعين بره على الطريق اللي كنا داخلين منه. انت قفلت العربيه؟ قفلت عربيتنا؟ يا باشا عربيتك تحت الكفر ما توصلش بالك. انت امان يعني يا عم امان. لو بقى الطريق السريع عشان يبقى التجربه ايه؟ الطريق السريع يا باشا. بص عدادات كل الكلام ده بيفرق معايا. خليكم معانا. بسرعه، عربيه ثبات. انا سايب ايدي الاتنين وهو ماسك بالتليفون. في تفاصيل كده زمن زوايا ماشي. وبروسس وفرد الكوتش والدين جداد. اهي بص الصراحه ايه،
العربيه مشرفه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. بقول لك الجماعه بتوع اللي راكبين العربيه. ركنت بقى عشان هو ايه، بس حتى لمضة فرامل اليد. عربيه بالعمر دوت لما بقى التفاصيل دي كلها، حد ما تخافش مش هصورك، يبقى التفاصيل دي كلها بتفرق معايا انا. فاهمين قصدي ايه؟ ده للناس اللي غاوي عربيات وعايز عربيات، هيسوق هو عشان يجرب. تقفيل العصايه، نزل يدك، قفله الباب، كبرها. فاهمين قصدي؟ انت كده فتحت الانتظار. هنخلص وهنطلع. شايفين طبعا التفاصيل اللي بتكلم فيها ديت بتفرق جدا 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 معايا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما اخلص هطلع معاكم تاني عشان ما اطولش اكتر من كده. احنا دلوقتي على طول كده لفينا من تحت الكوبري، خدنا الطريق دوت، ده طريق المحله طلخه. هنروح ده هنبص على العربيه المانيوال اللي انا قلت عليها في الطريق واحنا جايين، وهنشوف الدنيا فيها ايه. طبعا انتوا عارفين الناس اللي من هنا عارفه الطريق ده، بوريه لكم عشان انتوا بتحبوا التفاصيل يعني. يا مسهل الحال يا رب، ادعوا لنا بالتسهيل ان شاء الله. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم شير، وخليكم معانا لحد لما نوصل، ويا مسهل الحال يا رب. احنا هنا في دخلنا شارع كده جانبي محله، ده الشارع اللي دخلنا منه كده اهو. دخلنا هنا في العربيه، بس طبعا هو كل واحد ورغبته. دي مانيوال، اللون بتاعها ما شاء الله تمام. بس طبعا العربيه الثانيه انا بالنسبه لي واقفه عندي خالص، هو بقى بدماغه اهي. بص دي، بص الثانيه، دي حاجه ودي حاجه. دي رشه الطقم القداماني، عربيه عفشتها جنطها هي حلوه بس مش زي الثانيه. الثانيه اشد واقوى منها. فهنشوف هنعمل ايه وهنطلع معاكم تاني. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا كشير. دلوقتي عملنا تيست درايف دي صح؟ ايوه العربيه اهي تمام. دي نص الثانيه. الجنط اللي ورا ده فيه عوجه خلي بالك، والمساعدين مش حلوه زي ما انا قلت لك. بص المساعدين ورا عامله ازاي، فيها الكبالين. الكلام ده ما يزعلكش عشان انا فيها شويه شغل، فيها شويه شغل صلى على اللي يشفع فيه عشان يعرف يصرف عليها. صلى على اللي يشفع فيه. انت بتكلمني في التليفون، قلت لك اللي انت مكتوب اللي هتيجي تشوفه، وبتقول لي طب نهايه السعر كام؟ قلت لك النهايه كذا. انا راجل في السوق، كلمتي تجيب. لو جيت تقول لي هنزل ربع جنيه اقول لك اسف. شكرا. فاهم؟ وصلت لسيادتك. خلاص هنطلع تاني كده في عجاله. العربيه دي اللي عجبته، العربيه دي مانيوال فيها شويه شغل زي ما انتم سمعتوا كده. كنا بنقول ايه وهو الراجل قال لك بص اللي فيها هي حته حديده. انا بالنسبه لي ببيع بالفلوس اللي اتفقت عليها، مش هنزل جنيه. نفس اللي قاله وقعدنا عند المحل عنده اللي انتوا شفتوه، مش هنزل جنيه. فاحنا رايحين في شهر عقاري مسائي. احنا في المحل دلوقتي رايحين شهر عقاري، هو المفروض في المحكمه مش عارف ولا. ففي افكار زي مصطفى كده، هي اللون العربيه ارتاح لها، مانيوال فيها شغل يعني. هي هتوصل يمكن اكتر من الاوتوماتيك في المصاريف اللي هتصرفها. العربيه فيها شغل كتير، كاوتش تعبان، الثانيه كاوتشها حلو، الثانيه بره وجوه بالكامل. دي رشه طقم القداماني وشايله معجون. دي مانيوال، الثانيه اوتوماتيك. التكييف مش شغال، الثانيه تكييفها شغال. الثانيه ما فيهاش الا من صاحبها، فيها توكيل وممكن يلغيه يبقى من صاحبها دايركت على طول. دي فيها 3 توكيلات وعقدين، 5 ورقات بجميع المقاييس. الثانيه اميز بس هو اقتنع بدي. فانا ما ببقاش دايما يعني ايه، انا قلت لك وجهه نظري وانت براحتك تختار. فدي حاجات من الحاجات اللي بتقابلنا للناس برضو اللي بتبقى معانا. بص المساعدين بتاعتها عامله ازاي، بص العربيه بتتنطط ازاي. مساعدينها مش حلوه، فيها شغل كتير، بس هي العربيه اسياتها حلوه بره وجوه ما عدا الطقم القداماني. دواخلها جديده ما شاء الله ما فيهاش حاجه، بس برضو ارجع واقول الثانيه احلى. فاحنا دلوقتي داخلين نخلص في دي، ربنا يا رب يملى له بركه، هندعي له. ودي كانت تجربه وفيها شخص مختلف شويه زي مصطفى، حد محترم. دورنا على عربيات كتير، وكان في عربيات البي ام، وكان في عربيات اللي هي البي ام، والعربيه الهوندا. والتجربه الثانيه بتاعت الاوبل كورسا اللي انتوا شفتوها انضف من دي بكتير. في الاخر هو استقر على دي، وهي دي نصيبه.
فبنرجع ونقول في الاخر ايه، الرك على النصيب. ربنا يا رب يملها له بركه وتطلع احسن من اللي احنا كنا بنختارهم. بس ايه، دي وجهه نظر ودي تجربه نقلناها زي ما هي، وكلنا ممكن ناخد منها دروس وناخد منها افاده ونتعلم حاجه تنفعنا. تمام، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولايك وشير، وكل واحد ينام على الجنب اللي رايح. السلام عليكم. انا لسه عند المحكمه دلوقتي الساعه 9 اهي، خلصنا الورق. دي محكمه طنطا اهي، دي العربيه خلصنا فيها. احنا لسه هنتحرك دلوقتي، يلا هناخد الطريق. طبعا انا ماشي قدامه عشان هو الحتت دي مش دايسه او هرسه يعني. بص، احنا خلصنا وبعنا واشترينا، كل واحد ليه وجهه نظر. يمكن انا كنت بتكلم فيها في السريع كده في عجاله. انا راجل بفكر في حاجات فيما بعد يعني. اهو شايفينه في المرايه اهو جاي، هي العربيه مش وحشه وعربيه كويسه كل الكلام، بس في مصاريف كتير. المصاريف الكتير دي انا كنت في غنى عنها. وكمان بس انا مش هفضل اتكلم كتير فيها، بس دي وجهة نظر عشان الناس تمشي بيها. لما يكون معاك حد بينصحك وفاهم لنفسك، اصل انت اللي بتدفع الفلوس هنا وبتدفع الفلوس هنا، دي بفلوس ودي بفلوس. انا بالنسبه لي ده شغل، هنا شغل وهنا شغل يعني، حق هاخده هنا واخده هنا مش فارقه. بس يمكن النصيحه بعد يعني لازم بكملها عشان تبقى متممه بالنسبه لي كنصيحه كامله. بحب ان انا اخد حاجه فيما بعد ما يبقاش فيه صرف، فهي لا فيها صرف تاني. بس هي الناس ناس محترمه، ومع احترامي لاي حد، ناس كويسه وناس تمام. بس هو النصيب حسن السوق ولا حسن البضاعه. واحنا هنتوكل على الله دلوقتي. هناخد الطريق دوت شمال كده، اسمه الطريق الدائري هنا بتاع المحله. هناخد شمال كده اهو، ويا مسهل الحال يا رب. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم الشكر، وخليكم متابعين معانا. وده كان اخر فيديو لعربيه مصطفى، والحمد لله توفقنا فيها، وربنا يا رب يملأ له بركه وندعي له. واسفين للاطاله. ما داس لايك، دوس، ما اشتركش اشترك. فيسبوك، تيك توك، كل دوت نتابعه. انستجرام، كل ده نتابعه عشان في حاجات كتير ان شاء الله هتلاقوها تعجبكم حلوه. يا مسهل الحال يا رب.